السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اتمنى دايما تكونوا بخير. صباح الخير عليكم ومساء النور حسب الوقت اللي بتسمع فيه الفيديو. دلوقتي النهاردة جايب شرح مش موجود، يعتبر مش موجود، وناس كتيرة كلمتني عليه، وهو يعتبر شرح يعني الناس كلمتني عليه بسبب الفيديو ده. الفيديو التاني ده اللي هو تبعت رسائل بلا حدود، SMS بلا حدود. الناس كانت بتقول لي ان هي عايزه تغير محتوى الرساله، وان هي تبعت الرساله زي ما هي عايزه. طب ما ازاي؟ قلت لهم الموقع نفسه مش قابل للتعديل. ممكن كنت تكتشف انت موقع يكون قابل للتعديل عادي، مفيش مشكله. تمام. النهارده بقى انا جايب لك الطريقه، يعني خلاص انتوا عايزين الطريقه، انا جايبها لكم. بس قبل ما ابدا في الطريقه، ما تنساش لو انت مش عامل اشتراك اعمل اشتراك في الفيديو. وسلام بقى لو تعمل شير للفيديو كده تبقى عظمه قوي. وما تنساش اللايك والكومنت عشان تدعمنا. تمام. طبعا كلنا عارفين برنامج دينج تون، واللي اتكلمت عنه وشرحت عنه تقريبا، عملت له فيديو من 5 سنين كده. كنت منزل له كده فيديو برضو بتركايه. تمام. خلينا نشوف التركايه الجديده، وخلينا نشوف البرنامج. تمام. اول حاجه نفتح البرنامج، وهيفتح معانا بالواجهه ديت. لو انت مش محمله هتخش تحمله من متجر جوجل بلاي، موجود على المتجر عادي جدا. حمل اخر اصدار مفيش اي مشكله. هنبتدي نخش كده وندوس جيت ستارت. اول حاجه هيطلب منك صلاحيات، هتديله الصلاحيات عادي جدا، مفيش اي مشكله. هنا بيقول لك هتسجل برقم التليفون ولا بالايميل، فانا هقول له الايميل. هنا يا باشا انا مش هسجل بالايميل بتاعي، لا بالعكس، انا هسيب لك موقع بيعمل لك جيميلات، في جيميلات بتاع تيم بجميل. تمام. هتفتح الموقع بالشكل ده، هتقفل الدومين وهتدوس جنريت نيو. زي ما انت شايف كده عمل لك هنا. آه هو ده جوجل ميل، برضه هتقفل الجوجل ميل معلش، هتخلي جميل بس. ماشي. هتروح جاي واخد كده ده اهو، كوبي، وتنزل تحت كده، تدوس على جو. تمام. وبعد كده هترجع تاني للبرنامج وتكتب هنا اسمك مثلا، وليكن انا هكتب محمد، اي اسم مش تفرق، اكتب اي حاجه. وهنحط الايميل اللي احنا خدناه اهو، وهندوس على كونتينيو. تعال نشوف اللي هيحصل. هنا بيقول لك ان الاكونت ده هينبعت له رساله، اقول له اوكي. بيقول لك هنا اللي احنا بعتنا رساله للايميل. تعال نرجع كده للايميل ونشوف وصل الرساله ولا لا. خلينا نعمل ريلود. هو حاليا الرساله لسه ما وصلتش. مش تفرق كتير معانا، بس خلينا ندوس على كلمه اكتيفيت ناو. تمام. ونشوف اللي هيحصل. هنا كده بمجرد ما دخلنا قال لك اللي انت استلمت، زي ما انت شايف الرساله كده بيقول لك انت استلمت 5 كريدت لمده 3 شهور بسبب انك عميل جديد. حلو. حلو يا باشا. هل انت محتاج حاجه اكتر من كده؟ محتاج حاجه اكتر من كده. محتاج ايه؟ تعالى بينا كده نشوف هنجيب نقط ازاي. اول حاجه انت بتخش على، يعني انت اول ما بيفتح معاك دي كده بتبقى الكونتاكت اللي هي ارقامك، ودي الرسائل واللي انت تقدر تبعت منها رسائل، وهنا المكالمات لو عايز ترن على حد كمان. تمام. بس طبعا هقول لك المكالمات سعرها كام والكلام ده كله. هنا نمبر لو عايز تاخد رقم تليفون، رقم امريكي يعني، والكلام ده. وهنا مور دي اللي احنا هنشتغل عليها. المور هنا اول خانه بيقول لك جيت فري كريدت. فري كريدت ده بيقول لك انت تحصل على النقط. لو انت دوست هنا كده انت تتفرج على فيديو هيديك 3 من 10 كريدت. تمام. هنا طبعا في عروض بتعملها وبيديك عليها نقط. فخلينا احنا طبعا هنخش على الدي التشيك ان ديت، وهندوس عليها، هناخد كمان 2. تمام. انت وحظك، يعني انت وحظك. بعد كده بنستنى Алло. الاعلان Аня из пиццерии Папа Джонс. Очень рада, если честно, что вы ответили. Поделитесь. ونقفله. تمام. وبنرجع كده. هنا بيعرفنا. بعد كده هنيجي على تاني خانة برضو، ودي بيقول لك جرب حظك. هنا بيقول لي ان انت خدت ايه، عملة زيادة برضو. بقى كده معايا 8. تمام. هخش بقى ارجع تاني كده، هخش على السيتنج. هلاقي حاجة في الاكونت سيتنج هنا، هلاقي حاجة اسمها فيريفاي يور ايميل ادرس. بيقول لك هنا ان انت هتاخد 5 كريدت لو انت فعلت الايميل بتاعك. خلينا نفعله كده ونشوف هناخد ولا لا. ده الايميل اهوت.
اللي هو هناك. خلينا نشوف الرسالة جت ولا ما جاتش. خلينا نجرب نبعتها تاني. طيب كده continue. هنا بيقول ان هو بعت لك كود. خلينا نشوف هيجي ولا ما جاي ولا مش هيجي. زي ما انت شايف هنا كده بعت لي الكود، والكود هو 8 4 6 4. كنت ممكن تدوس هنا عادي برضه هيكتف معاك عادي. تمام. 8 4 6 4. خلينا نرجع نكتبه 8 4 6. هو عموما لما دوست على اللينك اصلا اكتب لوحده. هدوس على كلمة فينيش وهرجع كده خلاص. ارجع. المفروض ان هو ضاف لي زي ما انت شايف كده، ضاف لي 5 كريدت كمان. كده انا بقى معايا كام؟ بقى معايا 13 كريدت. حلو الكلام. تعالى كده نجرب نبعت رسالة. بتخش على كلمة مسجز وبعدين بتدوس على العلامة اللي فوق ديت. تمام. وبعد كده بتدوس على بتختار SMS. هنا ممكن تدوس اجري عادي. تمام. وهتبتدي تكتب هنا الايميل، رقم التليفون اللي انت عايز تجيلك عليه الرسالة، ورقم التليفون بتكتبها بعلامة الزائد. يعني علامة الزائد وكود الدولة كده. تمام. وابتدي اكتب رقمي وهدوس على كومبوز مسج، وهنشوف الرسالة هتخصم قد ايه من معايا. حاجة انا مثلا هبعت رسالة ليا هقول له هاي. بص هكتب انجليزي وهكتب عربي وهكتب كل حاجة. ازيك عامل ايه مثلا. وبعد كده هاجي مثلا عايز احط وليكن لينك مثلا HTTPS مثلا. يعني انا بكتب اي حاجة طبعا بجرب. وليكن احط قناة التليجرام بتاعتنا. هبعت لنفسي قناة التليجرام اكس سورس. تعال نشوف كده. كده انا بعت الرسالة. هل اتبعتت؟ هنشوف دلوقتي اتبعتت ولا مبعتتش. زي ما انت شايف كده يا باشا الرسالة وصلت. خلينا نفتحها كده ونشوف الرسالة. بص كده الرسالة جاية من رقم امريكي وجاية بنفس الشكل اللي انا بعته. هاي ازيك عامل ايه. وبعت فيها كمان اللينك اللي انا عايزه. تمام. دي كده انا بعت رسالة. تيجي نبعت رسالة تانية كده ونشوف هتبعت ولا لا. خلينا مثلا اقول لك مرحبا بكم في قناة اوبس نو ايرور. زي ما انت شايف الرسالة اتبعتت. خلينا نخش كده. زي ما انت شايف كده الرسالة اتبعتت اهيت ووصلت عادي. خلينا نبعت رسالة تانية كده. انا بجرب معاكم نشوف ال 13 نقطة دولت هيبعتوا معانا كام رسالة. خلينا نكتبها بالانجليزي. ويلكم تو اوبس نو ايرور. برضو اتبعتت. طب احنا كده بعتنا 3 رسائل زي ما انت شايف اهوت. تمام. خلينا ناخد ديت سكرين شوت كده. تمام. وخلينا نشوف كده بقى معانا كام نقطة. ارجع كده يا باشا. بقى معايا 0. تمام. انا مكنتش عارف ان انا معايا 0. وانا كنت طب نجرب نبعت تاني كده نشوف هيبعت معانا ولا مش هيبعت. اهو زي ما انت شايف هنا بيقول لك 0 كريدت. مبقاش معاك نقط في الاكونت. طيب انا دلوقتي عايز ازود نقط بقى اعمل ايه؟ اجيب نقط منين؟ هقعد بقى استنى كل يوم واجمع؟ براحتك. عايز انت تعمل كده براحتك، بس انا مش هعمل كده. هعمل ايه؟ كمل مع الفيديو. بص يا صاحبي، خلينا قبل ما ابدا بقى في اللقطه ديت ما تنساش الشير للفيديو وما تنساش السبسكرايب. خلينا نخش على برنامج ايلاند. تمام. هيفتح معانا بالشكل ده. هنستنى يحمل وبعد كده هنخش على مين لاند ديت وهندور على برنامج الدينج تون اهو. هندوس عليه وندوس على علامة الزائد وندوس على كلمة ايلاند. هنا بيقول ان هو مش متفعل. خلينا نجرب كده نشوف في مشكلة في اعداد ولا لأ. هنا كده انا همسح البرنامج اهو خالص عشان ابتدي اسطبه من جديد اهو. اجري. اول ما تفتح البرنامج هيفتح معاك بالشكل ده. تمام.
انا طبعا وقفت خالص البرنامج، الحركه اللي انا عملتها ديت عشان اعيد البرنامج من جديد او اشغله من جديد، عشان عندي البرنامج كان فيه مشكله. فزي ما انت شايف كده، انت اول ما تحمله من جوجل بلاي هيفتح معاك ويعمل هو كل حاجه طبيعي جدا، وهيظهر معاك بالشكل ده. تبقى مدينة مستنيين لحد ما اخلص. هو هنا بيكريت لك فولدر، الفولدر ده هيبقى فيه التطبيقات اللي هي منسوخة. تمام، زي ما انت شايف كده فتح معاك بالواجهة ديت. ولو خرجت بره كده هلاقي ان هو عمل لي فولدر. هتلاقي ان هو عمل فولدر جديد، الفولدر اسمه ورك اهو، وفي الثلاث حاجات دول. ماشي، خلينا نخش على البرنامج بقى كده ونعمل كلون لبرنامج الدينج تون ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي برنامج الدينج تون، هنعمل له كلون، ندوس على علامة الزائد وندوس ايلاند. زي ما انت شايف هنا كده هيطلب منك حساب جوجل بلاي، هتدخل اي اكونت جوجل بلاي عندك. تمام، طبعا اكونت جوجل بلاي ده هيبقى للتليفون التاني او للجهاز التاني. ايلاند ده زي نظام تليفون تاني بينسخ لك التطبيقات على اكنك شغال على موبايل تاني. تمام، فانا هفتح اي اكونت عندي اهو. طبعا ممكن الشاشه تكون سودة في التسجيل، لان جوجل بتمنع اصلا تسجيل الشاشه. انا دلوقتي بسجل اهوت. تمام، نجلي الرساله اهو. هسجل دخول وارجع لكم طبعا عشان مده الفيديو ما تطولش، عشان هنا طالب مني تشيك واللي تشيك ما جاش. تمام، رجعت لكم تاني بعد ما سجلت دخول اهوت، وفتح معايا البرنامج بالشكل ده كده. فهبتدي ارجع، بدل ما احمله من جوجل بلاي هخليه يستخدم النسخه منه عادي. اخش تاني على برنامج الايلاند. تمام، if you got message ماشي. you already have profile which is managed by follower. طبعا انا سجلت دخول، بس هو ما اعرفش، جاب لي قال لي اللي انت عايز تعمل بروفايل جديد، فما فيش مشكله، خليه يعمل بروفايل جديد. عشان تقريبا دوست على زرار الرجوع. هبتدي اخش تاني على برنامج الدينج تون واعمل له نسخ. هلغي علامة جوجل بلاي ستور ديت، وهدوس على الايزو. اشوف هنا بيقول لي ايه، بيقول لي نوت الاو انستول كلون. قال لك ان هنا مش البرنامج ده مش هينفع يتنسخ، فلازم تحمل من على متجر جوجل بلاي. فخلينا نحمله. اول ما تدوس طبعا هيطلب منك دخول. انا سجلت دخول، بس انا عشان عملت بروفايل جديد فهو حصل مشكله، فهسجل دخول تاني. بعد ما سجلت دخول طبعا هيظهر معاك البرنامج بالشكل ده، هتعمل له انستول، هيبتدي يتسطب معاك على الجهاز التاني. فخلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل. زي ما انت شايف كده اتسطب معاك. لو عملت اوبن هيفتح معاك البرنامج اكنه برنامج جديد تماما. خلينا نجرب كده ونشوف هناخد النقط ولا مش هناخد النقط. خلينا ندوس اجري ونعمل كل حاجة زي ما عملنا في الاول، وندوس جيت ستارت وندوس اجري. اديله صلاحيات، هسجل بايميل. هرجع كده يا باشا وافتح جوجل كروم. تمام، عشان اخش اجيب اكونت. طبعا انت لو عايز تسجل بالجيميل بتاعك سجل، مفيش مشكلة، بس انا هنا مش هسجل بالجيميل بتاعي.
تمام، خلينا نفتح الموقع. ادي الموقع اهوت. تمام، اخليه طبعا، اقفل الدومين واقفل جوجل ماب واخليه جنريت نيو. هاخد الاكونت دوت كوبي وهدوس جو، وهرجع للبرنامج تاني. طبعا زي ما انت شايف هنا البرنامج، بص بقى عليه علامة الشنطة. تمام، جيت ستارتد، ايميل، اكتب اي اسم مثلا وليكن برضو محمد، او خلينا ميدو مثلا، اي اسم ماشي. واروح حاطط هنا الايميل وادوس على كونتينيو وادوس اوكي. ادوس على اكتف ناو، مش هتفرق معايا يعني، ممكن تروح للاكونت تشوف الرساله وصلت ولا لا. لو ما وصلتش هتدوس عادي اكتيفيت ناو. تمام، وزي ما انت شايف كده قالك انت استلمت 5 كريدت صالحه لمده 3 شهور. تمام، زي ما انت شايف كده 5 كريدت. هنا هنعمل نفس الخطوات عشان نجيب باقي النقط، اللي هو هنشوف الديلي تشيك، هنشوف هيدينا كام. ادانا 2. تمام، ارجع. طبعا الاعلانات هنا رخمه شويه بس مش مهم. زي ما انت شايف كده انت تقدر تعمل اكتر من اكونت في نفس اليوم. تمام، خلينا برضو ناخد اللاكي، I'm feeling lucky ديت، نشوف هيدينا كام. ادانا 1 برضو. تمام، كده بقى معايا 8. بعد كده هبتدي ارجع واخش على السيتنج، اخش على اكونت سيتنج واخش على فيريفاي يور ايميل واقول له فيريفاي واعمل كونتينيو. تمام، وادوس يس عشان يديني ال5 بوينت. هرجع كده على الايميل وابتدي اشوف الانبوكس بتاعه، ادوس ريلود. زي ما انت شايف هنا وصلني الرسالة، المرة دي وصلتني الرسالتين 7570. تمام، ارجع اكتبها. هو اصلا الموبايل عندي مش مستحمل، فخليني ارجع واخش على اللينك على طول. طبعا اللينك هيكون افضل ليه، لان هيعرف لك يعني زي ما انت شايف كده بيعرف لك تلقائي، فهترجع هتلاقي الفلوس اتضافت اهو. مش عارف مضافش معايا ليه، بس خلينا نشوف كده. verify continue yes. سبعة خمسة سبعة زيرو اهو. زي ما انت شايف كده هو اتشيك هنا لوحده اهوت، عشان كنت داس على اللينك وقال لي ان انت جالك ال5 بوينت. نرجع تاني كده نشوف بقى معانا كام. بقى معايا 13 كريدت تاني. تعال نخش على الرسايل ونبعت لنفسي رسالة تاني كده ونشوف اقدر ابعت كام رسالة المرة دي. هنا كده انا بدوس على علامة الزائد اللي فوق معلش، وبعد كده بدوس على SMS وادوس اجري. اكتب هنا الرقم. طبعا ما تنساش ان احنا نكتب الرقم بالزائد. وهدوس على كومبوز مسج. تمام، وهبتدي ابعت رسالة اقول فيها هاي هاو ار يو ار يو جود. نشوف هيبعت كام رسالة معانا. ثانكس فور واتشنج، يعني شكرا على المشاهدة. شكرا على المشاهدة. اعتقد ان انت طول ما انت في الرقم وبتبعت الرسائل كلها هتوصل اعتقد يعني. هنشوف كم رسالة وصلت منهم. تحياتي.
لكم من قناة اوبس نو ايرور. طبعا انا النت هنا بس ضعيف شويه معايا، فلسه ما بعتش دولت. تمام، بس زي ما انت شايف كده في رساله منهم وصلت اهي. خلينا نشوف كام رساله هتوصل. ويلكم بيكم. زي ما انت شايف كده هنا بعتلي من رقم مختلف خالص اهو. تمام. وبعت هنا كلمة هاي بس تقريبا عشان الشبكة. شكل الباقة بتاعتي خلصت اصلا. اعتقد مشكلة الشبكة هي مشكلة الفلوس خلصت. تعال نشوف الفلوس كده. هو الفلوس خلصت فعلا. بس هو المفروض كان بعت لي 4 5 رسايل. تمام، زي ما انت شايف كده دي كانت الطريقة. سكيب. هنا كده بعتنا الرسايل، يعني مفيش غير رسالة واحدة بس اللي وصلت، مش عارف ليه، بس تقريبا عشان بعت كذا رسالة ورا بعض. تمام. الاكونت اللي فات بعت تلات رسائل ولا 4. هتعمل نفس الخطوات. هتعمل ايه بقى تاني بعد كده؟ هتيجي هتلاقي ان البرنامج انت دلوقتي عايز تمسحه وتعمله من جديد. هتروح جاي داخل كده عليه. تمام، زي ما انت شايف الرسائل وصلت اهي كمان، يعني كويس ان هي وصلت. بص هيبعت لنا كام رسالة. ده بعت كل الرسائل. زي ما بقول لك كانت مشكلة نت. اعتقد انت طول ما انت في الرقم وعمال تبعت في رسائل هيبعتها لك ببلاش. بمجرد ما بتخرج خلاص انت بيحسب لك اللي انت خلصت نقطك كلها، بس هي الرسائل كلها زي ما انت شايف كده وصلت كلها. تمام. خلينا نخش كده على البرنامج ونشوف ايه اللي هيحصل في البرنامج ده. هقول لك الطريقة اللي انت تقدر تمسح بيها بيانات البرنامج ده بالكامل، وتقدر تعمل نفس الحوارات دي تاني، وتكريت نفس اكونت تاني، وتبعت نفس الرسائل لأي رقم انت عايزه تاني. تمام. خلينا بس نشوف هنا، هنستناه يخلص وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. مش عارف هو مهنج ولا ايه، بس هو التليفون بتاعي اصلا تعبان. خلينا نقفل كل ده نفتحه من جديد. تمام، زي ما انت شايف فتح معانا. هتبتدي تدوس على الثلاث نقط اللي هنا كده وتخش على السيتنج. هتخش على السكوب سيتنج. تمام، وتخش على الايلاند. تمام، هيفتح معاك بالشكل ده كده. هتنزل تحت خالص وتدوس على ديستروي بيرمنتلي. تمام، وتدوس على كلمه ديستروي. هيبتدي يفرمت معاك مش هيفرمت التليفون، لا هيفرمت برنامج الايلاند نفسه اللي هو التليفون التاني اللي انت شغال عليه. بعد ما يفرمت معاك هتبتدي يا باشا تسجل دخول باكونت جوجل عادي، تسجل بنفس الاكونت عادي، مش فارقه. وتبتدي تعمل نسخ البرنامج الدينج تون، وتبتدي تاخد ال 13 نقطه تاني، وتبتدي تبعت رسائل تاني، وهكذا بقى يا باشا. استمر زي ما انت عاوز. كده انا خلصت الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.